السلام عليكم. انا عمر سعيد، دفعه التابلت. اول سنه في دفعه التابلت، يعني اللي هي السنه دي في اولى جامعه. والله انا ما كانش جاي في بالي حوار القنوات دوت، وان انا اعمل فيديوهات والكلام ده، فلوجز والحاجات دي. ولكن لقيت ناس كتير عامله حوار القنوات ده، والناس بتوع السنه الجديده للثانويه عامه بيستفيدوا منهم فعلا. وناس برضو قالت لي انت ممكن تعمل قناه، ممكن تفيد الناس بتجربتك، فحسيت ان انا ممكن افيد الناس فعلا. فده اول فيديو ليا، ولو حسيت ان انتوا استفدتوا فعلا فانا هكمل في الموضوع ده، ولكن لو ما كانش فيه استفاده فهنوقف القناه هنا. من اول فيديو كده انا قررت اتكلم عن الماده اللي ناس كتير قوي شايفاها ماده سهله جدا، وناس كتير تانية شايفاها ماده صعبه جدا. ومن هنا يلا نبدا الفيديو بتاعنا. قررت اول فيديو ليا يكون عن ماده الفرنساوي، اللي هي ماده المفروض ان بالنسبه لناس كتير قوي الماده دي ماده لم درجات، ولكن بالنسبه لفئه قليله تانية في المجتمع برضو معاكم في ثانويه عامه، الماده دي ماده صعبه جدا. الناس مش عارفه انتوا بتلموا منها درجات ازاي يا جماعه. في ناس والله العظيم بتكون خايفه تشيل فرنساوي وتسقط فرنساوي والماني. فانا قررت احس بالناس اللي كانت شبهي، لان انا كنت من الناس اللي ما اعرفش ولا حاجه عن الماده ديت. والله قفلت الماده اخر سنه في ثانويه عامه. ويلا نبدأ ونتكلم عن مادة الفرنساوي، اللي هي مادة سهلة بالنسبة لناس كتير وصعبة بالنسبة لناس كتير برضو والله. يلا بصوا يا جماعة، انا هعرفكم انا ليه ما كنتش اعرف ولا حاجة في الفرنساوي اصلا. بعد كده ابدا اقول لكم طريقة الحل. انا في الاول بس اعرفكم علشان اثبت لكم ان انا فعلا ما كنتش اعرف اي حاجة عن الفرنساوي، والله العظيم يا جماعة ولا كلمة. مبدئيا كده في اعدادي كانت الماده دي ماده نشاط عندي، وانا ما كنتش مهتم بيها نهائيا دي. حتى كان في صحابي بياخدوا فيها دروس لانهم بيقولوا هيفيدهم في ثانويه عامه والكلام ده. انا ما كنتش مهتم بيها نهائيا، بالذات لان امي واختي الكبيره كانوا بيقولوا لي دايما ان انت لما تخش ثانويه عامه هتخش الماني. وبقدره قدر جت ثانويه عامه ودخلت فرنساوي، حتى ما حطيتش نفسي في خيار والله بس الماني وفرنساوي. لقيت صحابي بيحجزوا فرنساوي، احجزوا لي معاكم يا جدعان، خدوني معاكم، اقسم بالله وده اللي حصل، ورحت معاهم الحصه فعلا. فبس كده قمت داخل فرنساوي. جت سنه اولى ثانوي، تانية ثانوي، احنا الدفعه التابلت ديت ما كانش في حد اصلا فتح كتاب تقريبا في اولى وتانية ثانوي، او الاغلب يعني، لان في ناس كانت بتذاكر. الاغلب في اولى وتانية ثانوي ما كانوش بيفتحوا كتاب، وانا كنت منهم. ما فتحتش حاجه حرفيا في الاولى وتانية ثانوي الا قليل يعني. كنت بذاكر خفيف خالص، لدرجه ان انا بتلاشاه اصلا، بقول انا ما ذاكرش حاجه خالص. بس وجيت بقى في ثانويه عامه وادركت ان انا ما اعرفش ولا حاجه في الفرنساوي. مش الفرنساوي بس والله يا جماعه، يعني كان في كذا ماده تانية برضه كانوا واقعين مني خالص، والحمد لله جبت بيهم درجات كويسه برضه. وممكن لو الفيديو ده جاب ريتش يعني، والناس حسيت ان الناس استفادت بالموضوع ده، فانا ممكن اتكلم عن بقيه المواد التانية ديت. والسؤال دلوقتي اللي هو بيجي في بال اي حد بيتفرج على الفيديو وصل للحته ديت، وهو انت جبت كام ودخلت كليه ايه؟ انا عارف والله يا جماعه ان الموضوع غامض بالنسبه لكم دلوقتي، ولكن انا هعمل فيديو مخصص اتكلم فيه انا جبت كام كمجموع كلي ودخلت كليه ايه. انا متاكد الموضوع هيبهركم يا جماعه والله. بصوا بقى، مبدئيا كده انا اول خطوه للاصلاح هي معرفه الخطا. فانت لازم تعرف انت غلط ايه، الغلط اللي عندك علشان تبدا تصلحه. واحنا الحمد لله هنا عرفنا ان انا ما اعرفش حاجه عن الفرنساوي، فانا من هنا لازم ابدا اصلح الموضوع دوت. تمام. اول حاجه عملتها بقى يا باشا ان انا دخلت على يوتيوب، كتبت كده من فوق اساسيات اللغه الفرنسيه الصف الثالث الثانوي.
والله ما يعرف حاجه خالص عن الفرنساويه يا جماعه، لاني قفلتها وكنت طالب ممتاز فيها والله. الماده كمان كنت بقفل الكويزات كتير اللي بيعملها المستر في الحصه، لان انا كنت باخد درس برضه، بس باخد درس علشان الكويزات والحاجات ديت مش اكتر. الذكر صح قبل ما اقفل، الجدير بالذكر ان انا اصلا في الفرنساوي ما حلتش غير كتابين، هم كتابين بس والله يا جماعه، هم كتابين بس طول السنه الطويله العريضه ما حلتش غير كتابين. الكتاب الاول اللي كنا ماشيين بيه طول السنه عادي جدا، الكتاب التاني كتاب مراجعه نهائيه وخلصنا على كده. الاول كان برافو، التاني كان ميرسي وخلصنا، بس كده مفيش تاني. حتى ميرسي تقريبا ما خلصوش كله ده. وهنا جينا لنهايه الفيديو يا جماعه، ودي الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، دي الطريقه اللي انا مشيت بيها من اول السنه لاخر السنه، وانا متاكد ان الطريقه دي هتنفع اي حد، بالذات ان انا كنت قبلكم بسنه يعني يا جماعه ما